استسقاء الكلية هو حالة شائعة يحصل فيها توسع في الكلية وتوسع في نظام الحوض والكؤيسات. هذه أكثر شذوذ شائع يمكن اكتشافه في فحص السونار أثناء الحمل. المفاجئ أنه 5% من هؤلاء الأطفال عند الولادة يكونوا طبيعيين، بينما 5% منهم ممكن يكون عندهم سبب مهم. في السابق، قبل 20 أو 30 سنة، كان أغلب هؤلاء الأطفال يتم اكتشافهم فقط لما تظهر عليهم الأعراض، يعني لما يجيهم التهاب أو يظهر عندهم انتفاخ في البطن أو يقل عندهم التبول مع وجود صديد كثير في البول. وبفضل تطور أجهزة السونار، صرنا الآن نقدر نكتشف هذه الحالة أثناء الحمل، وصارت هذه الطريقة هي الأكثر شيوعاً لتشخيص الحالة. تشخيص انتفاخ الكلى قبل الولادة، اللي هو الاستسقاء الكلوي، هو الطريقة الأكثر شيوعاً لاكتشاف هذه الحالة. مش كل الأطفال هذولاً يحتاج تدخل، لكن لما يتم تشخيص الحالة ونعرف عنها، لازم نتدخل في الوقت المناسب قبل ما تتضرر الكلية. فلما يتم تشخيص الاستسقاء الكلوي قبل الولادة، يتم تقييم الأطفال سريرياً عند الولادة، وبعدها يتأكد بالتشخيص بسونار يعمل في اليوم الثالث من العمر، ويتأكد مرة ثانية بسونار ثاني يعاد بعد 4 إلى 6 أسابيع. وبناء على النتائج، يتم التأكد من وجود انسداد عن طريق إجراء مسح نووي، وهذا يعطينا معلومتين. الأولى هي وجود أو عدم وجود انسداد، والثانية هي مدى تضرر وظيفة الكلية. وبناء على هذه المعلومات، سواء كان الانسداد في جهة واحدة أو في الجهتين، وهل الانسداد شديد أو مهم، وهل هناك انخفاض في وظيفة الكلية، يتم اتخاذ قرار إما بالمحافظة والمتابعة والمراقبة، أو بالتدخل الجراحي والعلاج، وذلك للتقليل فرص حدوث ضرر الضافي للكلية بعد ولادة الطفل. العملية الجراحية لعلاج الاستسقاء الكلوي تسمى بلوبلاستي، حيث نقوم بإزالة الجزء المسبب للانسداد ثم نعيد توصيل الأجزاء مع بعض بشكل واسع، وهذا ممكن عن طريق الجراحة المفتوحة، لكن حالياً غالباً تجرى العملية بالجراحة ذات التدخل المحدود، خصوصاً بالمنظار، وتسمى هذه العملية بلوبلاستي بالمنظار، ويمكن أيضاً إجراؤها بالجراحة الروبوتية للأطفال الأكبر سناً. عملية البلوبلاستي بالمنظار ممكن أن تتعمل بأمان حتى للمواليد الجدد في الوقت اللي غالباً نكتشف فيه الحالة ونجري العملية بين 4 إلى 6 أسابيع. ممكن تنفيذها بأمان. ميزة البلوبلاستي بالمنظار إن الجروح عند الأطفال تكون صغيرة جداً. عشان كذا، الألم يكون أقل والتعافي يكون سريعاً جداً. الاستسقاء الكلوي حالة جراحية شائعة جداً، وغالباً يتم اكتشافها عن طريق الأشعة الصوتية أثناء الحمل. يتم تأكيد التشخيص بعد الولادة عن طريق الفحوصات، وإذا احتاج الطفل تدخل جراحي، ممكن إجراء العملية بأمان باستخدام الجراحة ذات التدخل البسيط.